السلام عليكم، كي نتوما مزيانين؟ لاباس عليكم؟ ايوا نتمنىكم تكونوا لاباس. اليوم غنحضركم خيب المالح. عندي هنا 6 مغارف د الطحين، 6 مغارف. عندي مغروفه هنايا د الزبده ومغروفه د الزيت. عندي هنا شويش د الملحه وشويش د الابزار. عندي هنا واحد بيضه. عندي هنا شويه الزعتر. انا من كاس الحليب، كاس الحليب. وغنطحن بالخباط. هاك خيب كيفاش كيجي، ها ما كيتقطع العجينه ما والو. ها هو دابا غنحضر معكم الحشو. عندي هنا 3 د البصلات صغارين مشلضين ومشحرين في الزيت، شويه د الملحه وشتيتو د الزيت، واحد رويز زيت تا هما معاهم. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا التون. عندي هنا الزيت مقطع. كل واحد كيفاش ما بغى يزوق يزوق، ماشي مشكل. دابا غادي نخلط هادشي كامل وعاد نعمل الجبن. كتجي رائعه ومزيونه وخفيفه، مثلا هيدا في العشاء بغيتي ولا في الغداء، المهم على حسب. كتجي مزيونه، كتذوق حتى بهذيك التركيه اللي تركيه الذره، ما كايناش ماشي مشكل، اللي عندك عملو صافي. كتجيب الحوت ابيض، القنبه تخلطها مع التون كيفاش ما بغيتي تعدل الحشوه ماشي مشكل. دابا غنخلط معاها الجبن. شديتو د الزعتر، خامل الزعتر نزيدو باش كيعطي البنه. دابا غنعمر. دابا نتنيها هكذا. كتجي هكدا كتعملها بانيني، وغيتي تعملها في المقله ماشي مشكل، كدير المقله بالزبده. بغيتي تعملها في بانيني ماشي مشكل. دابا غادي نعملهم في بانيني. ها هو كيفاش كيجي. ايوا نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، كيجي رائع وخفيف ومزيون. ايوا السلام عليكم، تما راه